السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش حبيباتي نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضلا بقى وليس امرا، لو انتي اول مرة تشوفيني يا ريت بعد اذنك اشتركي في القناة وفعلي الجرس ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار لكل فيديو جديد بنقدمه. وقولي لي كده رأيك يهمني في القناة، والمحتوى عاجبك ولا ايه؟ يعني شاركوني كده آرائكم، وانا بحب الآراء جدا وبتقبل اي حاجة يعني اي حد بيقولها لي. بحبكم كلكم من قلبي في الله. والنهاردة ان شاء الله جاية لكم بروتين حلو كده. اي ست بيت بقى كده زيي بيجي عليها وقت بقى مطبخها بيكركب وبيبقى عندها شغل كتير. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض النهاردة هنعمل ايه مع بعض. بس ما تنسيش اختك بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. اول حاجه النهارده طالما بيبقى عندي اكل يعني بايت كده، او عارفه انا هيبقى عندي اكل هسخنه او هسويه، ما ببقاش شايله هم اي حاجه خالص. نمت كده وكان عندي بقى ايه شويه مواعين وحاجات، وقلت بقى ايه هقوم ان شاء الله كده اعملها. فطبعا كالعاده وكاغلب الناس ما تابعتني يعني وحفظت، بلاقي الميه قطعت يعني. فهنا بقى ايه انا عايزه اوريكم كميه المواعين بقى اللي كانت عندي، يعني حاجه كده بسم الله ما شاء الله. إيه بصوا حتى الرف بتاع الرخامه مسلكش كده من الكوبايات برضو والحاجات. فالحمد لله يعني. زي ما بيقولوا ان اللي بدنك عليك حق. اليوم دوت انا حسيت فعلا ان انا تعبانه قوي. فكنت عايزه بصراحه اقعد كده واستقنيس يعني، بس بصراحه ببقى قاعده متوتره يعني ايه. عارفه ان ده عليا يعني، وانتوا عارفين كمان ان احنا في فتره امتحانات وكان الواحد مضغوط جدا. فالشغل كده لما بصراحه بقى ايه انت بتهوني فيه، بتلاقي كده كل الشغل يتكوم على بعضه. فاستعنت بالله كده وقلت اللهم اني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. طلبت العون من الله وطلبت منه القوة كده علشان يقويني كده، واقوم اشوف مصالح بيتي كده بقى واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واقوم اشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده مسكت كده الغسالة، عبيت دورة كده من الغسيل بتاع الولاد. ده اول حاجة هبدأ بيه عشان طبعا احنا مش ضامنين المية بقى زي ما احنا عارفين يعني. حطيت كده شويه من برسيل الجل، وحطيت شويه من الكلوركس الالوان. وبحب جدا جدا بحط الفانيش دوت سواء حبيبات او جل يعني. وشغلت اول حاجه كده الغساله بقى كده مع نفسها. طول بقى ما انا شغاله في الميه كده بقى ايه هبقى متابعاها يعني. لان كذا مره تحصل اشغلها وانزل اروح في اي حته مش عارفه ايه، الاقي الميه بتقطع. فبصراحه طول ما انا ببقى في المطبخ او عندي شغل كتير في المطبخ بحب اشغلها هي اول حاجه. بعد كده بقى دخلت كده على المواعين، ومسكت المواعين بقى كلها كده لميت بقى ايه. حاجة حاجة يعني، جبت الأطباق كلها فرستها كده والمعالق حطيتهم في الحوض، وركنت بقى ايه الأطباق البلاستيك والحلل والكلام ده ركنته على جنب عشان كده ايه اعرف اغسل بالراحة كده، وبرضه في نفس الوقت ما بقاش متوترة يعني. احب بس قبل ما انسى كده انسى اشكر الناس الجديده كلها. ربنا يخليكم يا رب ويكبر بخاطركم على تعليقاتكم الجميله كده اللي دايما بتشجعني. اي نعم انا بقعد اطلب منكم التعليقات واللايكات وكده، بس متعرفوش التعليقات بتاعتكم يعني بتعمل فيا ايه. بتفرحني جدا وبتكبر بخاطري جدا، حتى لو بكلمه بسيطه انت قلتها لي جبرت بخاطري بيه يعني. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. وبالنسبه للقنوات اللي هي يعني بتطلب يعني ان انا اشترك ومش عارفه ايه، من عيني حاضر والله. مش هنسى اي حد يعني. بحب اشكركم جدا كلكم من الاكبر للاصغر يعني. ربنا يخليكم ويدومكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش بقى كده في اللايك، عشان زي ما انتوا عارفين كده اللايكات الحلوه بتاعتكم ديت اللي بتبقى طالعه من قلبكم هي اللي بترفع الفيديو معايا كده. وبتجيب لي حتى يعني بتخلي اليوتيوب يقترحوا لي يعني لاكبر عدد من المتابعين وكده. هنا بقى غسلت المواعين زي ما انتم شايفين. وكانت بنتي بقى ايه جايه من الدرس كده وعماله تتناقش معايا بقى، وعمالين نتكلم على الامتحانات ومش الامتحانات وايه اخبار الامتحانات، وربنا يعديها ان شاء الله على خير ويوفقهم جميعا يا رب. إيه كده بقى ايه غسلت الحبة الاطباق الاول كده وابدا اشطفهم. عايزه اقول لكم بقى كده في الوقت دوت نحاول على قد ما نقدر يعني. ندعي ربنا. ندعي ربنا بقى بأي حاجة احنا عايزينها. ربنا يوفقنا، ربنا ينجح لنا عيالنا، ربنا يأذي المؤذي. ادعي بقى ربنا زي ما انت عايزة يعني. طبعا اكيد يعني المؤذيين كتير جدا في حياتنا يعني.
ودايما العين يا جماعة مش بتحب اللي احسن منها. المثل ده دايما ماما بتقوله لي، وفعلا والله انا ما كنتش الاول بعترف بالكلام دوت، بس دلوقتي بقيت اعترف بيه جدا يعني. العين ما بتحبش اللي احسن منها، دي حقيقة. فدايما كده الواحد من قلبه، انا عن نفسي يعني بكلمكم عني انا، دايما بحب الخير للناس عشان ربنا يدهوني يعني، ولكن بالمثل طبعا. سواء انت، بس طبعا ربنا بيبقى عالما بالنوايا، يعني انت نيتك فعلا خير، ولما بتشوفي نعمة عند حد بتحمدي ربنا وبتدعي له ربنا ان ربنا يزيده، فبالتالي ربنا بيزيدك انت كمان. انما مش تدعي كده ايه ده وايه اللي جاله دوت مرة واحدة، ربنا مش عارفة يعمل فيه ايه، ربنا يقلل نعمته، لا. فبالتالي انت برضو ليكي بالمثل، زي ما انت ما هتدعي زي ما هتلاقي. فاحمدوا ربنا دايما على اللي معاكوا، او انا بتكلم عن نفسي، انا بحمد ربنا دايما على السراء والضراء كده، وعلى كرم ربنا لينا. مفيش اكتر من صحتنا، ربنا يديمها علينا نعمة، دي نعمة من نعم ربنا، اللي فعلا ربنا يديمها علينا نعمة والله. ويحفظها لنا برضو من الزوال كده، لان الصحة نعمة، ورزق، والاولاد رزق، والمال رزق، كل الحاجات دي كلها نحمد ربنا عليها. انا اوقات والله العظيم وانا واقفة كده، والله بكلمكم بجد يعني، الكلام ده فعلا طالع من قلبي، والله بقعد احمد ربنا ان انا قادره اشوف بعينيا، بحمد ربنا ان انا قادره امشي على رجليا، بحمد ربنا ان عيالي كويسين ومعافين ومش عارفه ايه. بقعد احمد ربنا والله على حاجات كتير. ومن الحاجه اللي بتخليني دايما الذكر في لساني كده، او الحمد في لساني على طول، معايا راديو صغير كده على طول مشغلاه على محطة القرآن الكريم، الراديو ده معايا في المطبخ. ده من الحاجات الجميلة جدا اللي هتقعد تذكرك دايما بالصلاة على النبي، بتذكرك بالذكر، بتذكرك بالاستغفار. الأمسيات الجميلة اللي بتيجي عليه من الحاجات بصراحة اللي بحبها جدا. وفي أوقات كتيرة بقى ايه بحب أغسل المواعين كده في أمسية الساعة 9 ديت، يعني ايه من تقريبا 9:30 كده، تخلص 10. جميلة جدا يعني، بحب اقعد اتفرج عليه، اقعد اسمعها كده، والله العظيم بتحسسك بحاجات روحانية جميلة جدا يعني. فالحمد لله على كل حال، وربنا يا رب يدينا الصحة ويرزقنا بيها جميعا يا رب، وما يحوجنا لحد ابدا، اللهم امين. عشان ما اخرجش بقى معاكم بره الفيديو، احنا اتكلمنا حبة حلوين مع بعض كده من القلب. غسلت المواعين كده وخلصتها زي ما انتم شايفين، وكنت جايبة فرخة كده وانا طالعة اليوم دوت، عملت نصحة يعني، لقيت الفراخ ايه رخيصة كده 3 جنيه، فقلت والله اللي انا جايبة واحدة يعني، على اساس ان هي كده رخيصة يعني، ربنا يعديها على خير يعني. الكيلو دلوقتي بقى ب60 وبحاجة وستين يعني، فجبت واحدة كده. غسلتها وكنت نقعها في دقيق وخلي كده وملح وليمون، شطفتها شطفة كويسة كده، ورحت حطيتها في المصفى ولفتها بورق استرتش كده، وهحطها في التلاجة بقى. هفكر بقى هبقى اعمل فيها ايه، بس بعد ما ارتاح كده، سواء بقى هعملها تاني يوم، سواء هتبلها واحطها في الفريزر. فلو هحطها في الفريزر هتبلها كده واحطها، او لو هعملها صينية يبقى هحطها في كيس وهعبيها في الفريزر كده على طول. وادي كده بقى المطبخ، بسم الله ما شاء الله. غسلت البوتاجاز كده بقى على السريع زي ما انتوا شايفين كده، وغسلت الفوط طبعا اللي انا بستخدمها ديت. وكده بقى المطبخ معايا الحمد لله الرخامات خلصت، والبوتاجاز كمان غسلته. وبصوا المطبخ بقى جميل ازاي، ورتبت على قد ما اقدر كده المطبخ اللي ورا دوت. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، ان شاء الله باذن الله بفكر في الايام الجايه ان شاء الله هجيب رخامه كده ايه حته واحده للمطبخ التاني دوت. مش بستفاد منه باي حاجه والله، يمكن انا بستفاد بالرخامات ديت اكتر من المطبخ من ورا مركون يعني، مش بشتغل عليه، مش بعرف اعمل عليه اي حاجه، لان انتوا زي ما انتوا شايفين كده عليه رسمه بقى ومش عارفه ايه ومتقطع من النص، بصراحه مضايقني يعني. فكده زي ما بقول لكم هو وريتكم الرخامات. الحمد لله اغلبنا يعني اكيد كلنا بنتعب يعني بنكسل، ده احنا بني ادمين يعني، مش آلة شغالة ال24 ساعة، بيجيلك الوقت اللي انت لازم ترتاحي فعلا فيه. فكنت نمت بقى والحمد لله يعني، الحمد لله. قمت بقى قلت ما بديهاش بقى، كان المطبخ كده وصل معايا بقى ايه لمرحله وحشه قوي. وانا لما الدنيا بتتكركب كده زي ما انتوا عارفين بقى، انا اعصابي بتتوتر يعني ايه، مش هقول لكم ان انا برتاح، لا بتعب اكتر. فعلى ايه بقى، اخدها من قصرها كده بقى واشوف ورايا ايه. شلت كمان بقى
الدواسة بتاعة المطبخ أو الماشية بتاعة المطبخ دي كانت عايزة تتغسل بقى خلاص كده، لميتها ومسكت المطبخ بقى بالمقشة كده، وجبت بقى من تحت البوتاجاز ومن تحت المطبخ، يعني جبت أي فتافيت فيه بقى. وانتوا عارفين بقى ايه ان انا معايا بنوتة كمان صغيرة رخمة شوية، يعني تقولي لها على الحاجة لأ يبقى هي يعني مثلا اجي كان عيالي وهم صغيرين زيها كده، احط لهم اي حاجة في طبق كانوا يبقوا مقتنعين بيها ويمسكوها في الطبق عادي. دي لأ، دي تحط لها اي حاجة في طبق تاخدها من الطبق وترميلك، يعني تاخد الحاجة وترميلك الطبق. فهي كأنها بتعاندني، تبقى قاصدة ان هي تعاندني يعني. فربنا يهديهم يا رب ويخليهم ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة يا رب، اللهم آمين يا رب. يرزق حبايبنا جميعا كده يا رب، يرزقهم بالذرية الصالحة عاجلا غير آجلا إن شاء الله. هنا بقى خدت الدواسة بقى بتاعة المطبخ. الناس اللي هتقولي ما مش بتحطيها في الغسالة ليه؟ مش بحب بصراحة أحطها في الغسالة، يعني ايه، عايزة الفلتر بتاع الغسالة كده يفضل معايا نضيف وحلو كده وتبقى ريحته حلوة. أي نعم بعمل دورات خل وبعمل، بس بارجع أقول يعني إيه، هي مش هتاخد مني حاجة. المشات أو الدواسات ديّة من النوع الجميل جدًا اللي فيها إن هي بتدفي أوي، أوي، على الرغم إن هي خفيفة جدًا بس بتدفي أوي. بس هي فيها عيب واحد، إن هي أولًا مش هاقول لِك هي بتتزحلق بس مش أوي، يعني مش اللي هي بتجري معاكِ وكده. إن هي لونها من تحت مهما غسلتيه هو بياخد لون كده مش حلو من تحت. يعني انتوا لو لاحظتوا معايا كده وانا بقلبها، هي لونها من تحت كده، هي لونها كده، ما كانش الأول لونها كده، بس مع الغسيل بقى لونها كده. بس غسيلها سهل جدًا، عايزة أقول لكم إن بتنشف على طول أوي، مع إني مش غاسلاها في الغسالة الأوتوماتيك ولا حاجة، بس بتنشف بسرعة جدًا يعني. فغسلتها وحطيتها كده تتصفى شوية، وهاروح بقى أنشرها على طول. وكده أبقى أنا إيه، خلّصت بقى إيه اللي ورايا في المطبخ واللي عايز يتغسل ومش عارفة إيه. كان الجو بقى إيه يا جماعة سقّع وكده، فقُلت بقى لازم أروّق على عيالي كده الأول وأعملهم أعمل لهم قرصتين. بس اعذروني بقى والله لو كنت نزّلت الطريقة كاملة على الفيديو دوّة كان هيطوّل جامد، يعني كان هيوصل أكتر من حاجة و30 دقيقة. فقُلت أختصر الموضوع وأعملها لكم إن شاء الله في فيديو لوحده، لإن فيها ملاحظات حلوة جدًا. هتعجبكم جدًا طريقة القُرَص ديّة، مش هتخمّريها، مش هتعمليها بلبن ولا أي حاجة، هي طريقة اقتصادية. وشوفي بقى أنتِ بتجيبيها من الفران بكام، يعني عايزة أقول لكم إن الكيلو دلوقتي منها ب60 جنيه القُرَص دي. شوفي أنتِ بقى هتكلّفيها في بيتِك بقى، هتكلّفيها بحاجات بسيطة إن شاء الله، وفي نفس الوقت هتبقى موفّرة ليكِ كده، وهتعجب الولاد بقى إن شاء الله بإذن الله. هي الحشوة بتاعتها عبارة عن سُكّر وقرفة كده وشوية مكسّرات، وسهلة جدًا والله العظيم، ما عملناهاش بلبن، ما عملناهاش بأي حاجة، كلّها حاجات اقتصادية كده وموجودة في البيت. وفي نفس الوقت عايزة أقول لكم دفّت البيت كده بقى، الواحد كان سِقع بقى من شوية المَيّة دُولة، دفّت البيت وفي نفس الوقت العيال كانوا فرحانين والله العظيم. كل ما تيجي تسوّي حاجة كده يجروا ياخدوا منِّك ويسرقوا من وراكِ. فوالله كانت حاجة الحمد لله، يعني اليوم كان جميل جدًا والحمد لله عدّى على خير يا رب. اللهم دِمها علينا نعمة واحفظها من الزوال، اللهم آمين يا رب العالمين. فإن شاء الله بإذن الله الفيديو اللي بعد ده على طول هانزل لكم بالطريقة كده كاملة بالمقادير بكل حاجة إن شاء الله. هنا باحاول بس إن أنا أحشيها كده وأقفل على الحشو حلو يعني، وباحطها في طبقة المكسرات كده، بصوا بتاخد معايا طبقة حلوة أوي. وبنسويها بقى في الفرن البوتاجاز كمان، مش هنقول لِك الفرن الغاز ولا كلام من دوّة، عشان تعرفي إن هي سهلة جدًا وبسيطة وتقدري تعمليها في البيت لولادِك كده. نُص كيلو دقيق بقى ودفّيهم كده ودلّعيهم، يعني وهتشمي بقى ريحة جميلة جدًا. ريحة الخبيز دي في البيت والله يا جماعة من نِعَم ربنا علينا يعني. يعني الحمد لله كده بتبقى خير في البيت كده وبيبقى في بركة، وسبحان الله يعني على الرضا بقى إيه، اللي أنتِ بتبقي راضية فيه عن نَفْسِك يعني. بُصّوا عايزة أقول لكم لونها من تحت كان تحفة جدًا، وريحتها بقى القرفة مع السكر كانت قالبة ريحة البيت، ومخلية بقى البيت دافي بقى والريحة بقى الجميلة ديّة. هنا بقى كنت خلاص خلّصتها وفضيتها كده على صينية. عايزة أقول لكم بصوا لونها من تحت واخدة اللون الدهبي الجميل دوّة، والقرص كانت طرية معايا وكانت حلوة. الحشوة دي الصراحة مش هتلاقيها في اللي أنتِ بتجيبيها من الفرنة. الفرنة عادة الحشوة فيها دلوقتي مش عارفة يعني غلا واستخسار زي ما بيقولوا يعني، يحط لِك
ندعة، والله الندعة كتير عليها كمان. يعني أنا عايزة أقول لكم كنت جايبة نُص كيلو قُرَص بعجوة كده للولاد كانوا عايزينها من الفرنة، كنت جايباها تقريبًا ب25 أو ب27 نُص كيلو حاجة زي كده يعني، والله العظيم ما فيها هو مبيّن لِك بس رسمة العجوة كده من فوق، ما كانش فيها عجوة أصلًا من جوّه خالص يعني، فغلا زي ما بيقولوا وما تعرفيش في إيه. إن شاء الله هانزل لكم بقى بالفيديو والمقادير، استنوني في الفيديو الجاي إن شاء الله، باحبكم كلكم من قلبي، أحلى أخوات ليّا ومتابعين، دمتم في حفظ الله وأمنه، مع السلامة.